نفسي جهازي العصبي يفهم ان الموضوع عادي وهو مقفرها. ليه لحد دلوقتي لسه عمال تعيد الموقف في دماغك اكنه لسه بيحصل لك دلوقتي حالا؟ كل كلمه اتقالت لك، كل نظره، كل تفصيله. ليه الموقف معكر عليك مزاجك طول اليوم رغم الموقف عدى عليه خلاص؟ تعالى بقى للثيرابي هيقول لك ليه جهازك العصبي مش بيهدى وازاي تخرج من الدوامه دي. بص يا سيدي، لازم تعرف ان مخك ده ما بيعرفش يفرق خالص ما بين حاجه بتحصل بجد اهو دلوقتي وما بين حاجه خلاص حصلت وعدى عليها وقت وعدى عليها ايام وانت بس بتفتكرها. فكل مره يا عيني انت بتفكر في الموقف وتعيد المشهد في دماغك، جهازك العصبي يبعت اشارات طوارئ في مخك يبتدي يفرز هرمون التوتر من اول جديد، اكن الموقف بالظبط بيحصل لك دلوقتي اهو. ازاي تفهم بقى جهازك العصبي المجنون ده ان الموضوع عادي بس هو مقفرها، او ان الموقف خلاص عدى عليه وقت؟ يعني عندك 3 خطوات سهلين جدا. اول حاجه سمي الاحساس. اول لما تلاقي انك انت دماغك بتسحلك وتقعد تفكر في الموقف، بدل ما تقول انا متضايق انا معرفش ايه، لا، اسال نفسك انا متضايق من ايه بالظبط؟ انا حاسس بايه؟ حاسس باهانه، حاسس برفض، حاسس بقهر، حاسس باحراج. سمي الاحساس، سمي، قول انت حاسس بايه. بمجرد بس لما تسمي الاحساس باسمه هتلاقي ان الموقف خلاص ما بقاش فارق معاك، يعني تاثيره معاك هدي شويه ومشاعرك ابتدت تهدى. كمان في منطقه في مخك مسؤوله عن الفهم والادراك ان هي خلاص تدرك ان الموقف خلاص عدى عليه وقت او الموضوع مش مستاهل ليه ده كله. وكمان المنطقه دي مسؤوله ان هي تنظيم المشاعر، هتبتدي تشتغل اول لما تسمي الاحساس باسمه، وده لوحده بيخفف جهاز الطوارئ اللي شغال عندك عمال على بطال ده. تاني حاجه بطل تتخانق مع جسمك. لما موجه المشاعر تيجي لك ما تحاربهاش، ما تقعدش تعيد الفيلم من اوله، سيب الاحساس يعدي من جسمك عادي، لان المشاعر بطبيعتها عامله زي الموجه، بتعلى تعلى وبعد كده تنزل على ما فيش. وعلى فكره الدراسات في علم الاعصاب بتقولك ان موجه المشاعر والمشاعر اللي هي مضايقاك دي اقصى فتره ممكن تقعدها معاك هي 90 ثانيه، ما تقعدش اكتر معاك اكتر من كده. يعني تسيب الاحساس يعدي من جسمك وتصبر 90 ثانيه، هتلاقيك بعدها هديت ومبقاش الموضوع فارق معاك زي الاول. هتلاقيك دلوقتي بتقول ايه؟ بس يا ثيرابي انا بقعد طول اليوم دماغي متعكره ومزاجي متعكر، ما بقاش طايق اي حاجه مع ان الموضوع تافه. هقول لك ما هو اللي بيخليك المشاعر تفضل معاك بالساعات انك متشغلها من اول تاني من كتر التفكير الزياده في الموقف، ومن كتر انك انت مش سامح الاحساس ان هو يعدي من جسمك. فيا سيدي اسمح لنفسك انك انت تحس بالمشاعر بدل ما تحاربها. يعني قول انا فعلا متضايق دلوقتي، انا حاسس بخنقه دلوقتي، وده طبيعي جدا. خد بالك المشاعر اللي احنا بنسمح ليها ان هي تتحرك وان احنا نحس بيها بتهدى اسرع من المشاعر اللي احنا بنحاربها وان احنا بنكتمها مش بنعبر عنها. تالت حاجه بقى، ودي اكتر حاجه هتفرق معاك جدا، علماء النفس بيستخدموها في جلسات العلاج النفسي. اول لما تلاقي نفسك انك انت عمال تفكر في الموضوع وعمال تعيد الموقف في دماغك، انقل انتباهك لحاجه تانية. يعني جرب انك انت تمسك كوبايه ميه ساقعه، ركز في ملمس الحاجه اللي انت ماسكها، ده بيدي رساله امان لجهازك العصبي. اهدى، مفيش اي حاجه، الموقف تافه مش مستاهل ده كله، وخلاص الموقف عدى عليه وقت. ولو ما تعرفش، لو جربت انك انت تاخد نفس من بطنك، نفس عميق كده، وتطلع من بقك 3 مرات، اول بس لما تعمل كده هتلاقي نفسك هديت خالص والموضوع حرفيا ما بقاش فارق معاك زي الاول. واخر حاجه بقى خدها من الثيرابي، كمل حياتك رغم وجود الانزعاج، لان جهازك العصبي بيتعلم من افعالك اكتر من افكارك. بمعنى كل مره لما تتوتر، تتضايق، تحس ان مزاجك مش مظبوط وتكمل يومك بشكل طبيعي عادي، دماغك بيبتدي يتعلم واضح ان الموضوع مش مستاهل للدرجه دي، الموقف مش خطر للدرجه دي. ومع التكرار انت كده بتخلي عندك مهاره مرونه عصبيه، يعني تاثير الموقف مش هيكون فارق معاك وتاثيره بيكون قليل جدا عليك. ولازم تعرف ان الثيرابي موجود هنا علشانك. سلام يا سيدي.